يا مساء الفل، وحشتوني جدا جدا وهلت روائح الشتاء. هتعملوا شوية عدس كده سكر من النهاردة. اللي مش بيحب العدس هيعشقه، مش هيحبه بس. ودي احسن طريقة لعمل العدس الاصفر بالشعرية، وتقدري تعملي منها فتة العدس واكلة العدس من اكلات الشتاء، واكلة سريعة واقتصادية. هنعمل العدس بطريقة جديدة وب20 جنيه بس هتأكلي البيت كله. وبيتاكل العدس الاصفر المصري في الفطار والغدا والعشاء كمان. يعني هيبقى يوم التوفير والاقتصادي. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي علا. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا بينا على الوصفة. هنجيب حلة، هنحط فيها معلقة زبدة صفراء المتوفر طبعا عندك. معايا هنا بصلاية كبيرة، ومعايا 5 فصوص توم، ومعايا طماطماية او طماطميتين صغيرين، ومعايا جزراية او جزرتين حسب برضو الكمية اللي انت بتعمليها. انا عاملة نص كيلو عدس. ف بصلاية كبيرة دي كويس قوي على نص كيلو عدس. ادي اهو النص كيلو عدس كنت غسلته مصفياه كويس جدا، ما نقعتوش، غسلته بس وسبته يتصفى. وحطيت كل المكونات مع بعض ما عدا الطماطمايه، ونزلت بحته السمنه، وحطيت عليها البصلايه زي ما انتم شايفين، والجزرايه، وال5 فصوص توم. وحطيت العدس وفضلت اشوح زي ما انتم شايفين. وهحط بقى، هزود عليه ورق لورا، وهحط 3 حبان، و3 كوبيبة صيني. انا بحط بالحب بالعدد عشان خاطر انا لما هشيله دلوقتي، لما هتشوفوا معايا هشيله، يعني هركنه على جنب. هطلعه عشان ما يبقاش محدحت معايا في العدس. هو بس هيديني النكهة زي ما انتم شايفين كده. وهنزل بالطماطمايه، وهفضل بقى اشوح الكلام ده كله كده مع بعض. انا عايزه اقولك هنا شمي الريحه، بجد بتجلجل كده في البيت، بجد ماليه البيت دفى وريحه جميله جدا. ريحه العدس وهو بيتشوح مع البصل والثوم والطماطم والجزر. في ناس بتحط بطاطسايه، بس انا بكتفي بالجزر بس. وحطيت ميه سخنه زي ما انتم شايفين، ونزلوا الميه سخنه واحده واحده، ما تعملوش زي كده تشوا مره واحده. وسيبوا ما تغطوش قوي عشان ما يفرش، وسيبوه يغلي كده لحد ما يستوي. ما تنسوش اللايك بعد اذنكم. وهنا بدأت اشيل اهو الحبهان، وبشيل ورق الرورة، وشلت الكوبيبة الصيني، وجبت الهاند بلندر. ضربت كده زي ما انتم شايفين العدس. بجد الطريقة دي تحفة جدا، يا ريت تجربوها. وحتة التشويح دي مهمة جدا جدا جدا، طريقة جديدة وحلوة قوي. هتوديلك العدس دي في طعمه، هيبقى في حتة تاني خالص، هيبقى طعمه جنان بجد، تحفة. وهنا كنت ضربته، كنت هنا ببص فيه بشوف فيه كله كده اتضرب، ما فيش حاجة كده سليمة ولا حاجة. فالهاند بلندر ضربه كويس جدا جدا. الهاند بلندر ده ما شاء الله عليه جميل جدا. اللي حابب هيسألني عليه، هو براون. هنا كنت صفيت بقى العدس من اي طبعا حاجة موجودة. ما كنتش لاقيه هنا كوبيبة الصيني، في واحدة بصوا هنا اتفتفتت ازاي كوبيبة الصيني، بس طلعتها طبعا بالمصفى. هنا بصفي العدس، بشيل منه الحاجات بقى المتبقية. هنا حطيت بقى التوابل، حطيت كمون، وحطيت فلفل اسود، وحطيت مكعب مرق الدجاج. لو عندك طبعا بدل المية تحطي شوربة، ما فيش مشكلة خالص، بتبقى طبعا افضل واحسن. انا ما كانش عندي شوربة، متوفر شوربة. حطيت مكعب مرق. وهنا نزلت بالشعرية. في ناس بتحمر الشعرية، بس انا بتغمق معايا العدس ومش بتبقى حلوة بصراحة. حطي هنا الشعرية بس، يفضلي قلبي زي ما انت شايفة كده، عشان الشعرية ما كلكعش منك ولا انها تلزق في بعض. حطيته هو على عين تانية هنا، وقلت ان انا هنا هنعمل البصلاية. حطيت شوية زيت ذرة، وحطيت معلقة سمنة بلدي كده حلوة زي ما انت شايفة، اللي هي البقري العادي. وسيحت هنا السمنة مع الزيت، عملت ميكس. وكنت ضربت هنا بصلاية كبيرة زي ما انت شايفة كده مكعبات، ونزلت بيها على الزيت والسمنة. وهشوح
هشوح فيها كده لحد ما هي تحمر معايا، تبقى لون الذهبي. مش عايزينها تحمر قوي او انها تاخد اللون البني المحروق، لا، ذهبي كده، تبقى اللون الذهبي. وهننزل دلوقتي بتركايه كده حلوة قوي، هتدي معايا طعم ونكهة وريحة فظيعة. فهنا بشوح هنا البصلة زي ما انتم شايفين. لو وصلتي لحد هنا يا ريت ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة، وكومنت منك جميل يسعدني. وهنا البصلة هنا معايا فصين اهو توم مهروسين، نزلت بيهم لما بدأت تصفر، رحت نازلة بالفصين التوم، شوحته كده مع البصل. لان لو انا حطيت التوم الاول مع البصل وهو لسه ابيض كان التوم يتحرق مني، والبصل برضو هيفضل ابيض زي ما هو، ما كانش هيلحق يدخل على الذهبي. وهنا حطيت هنا الريحة، عايزة اقول لكم فصين التوم يعني خلوها فظيعة، ودوها كده في حتة تاني خالص، الريحة والطعم وكل حاجة. هنا جبت اهي حلة العدس، كان الشعرية استوت يا دوبك خدت غلوة. وهنا نزلت طشيت بالظبط زي الطشة بالظبط، نزلت على العدس. بجد طعمه رهيب بجد، جربوه. وينفع في فتة، ينفع شوربة، ينفع ان انت تاكلي بعيش بلدي كده، كان طعمه جميل. هنا يا دوبك ادت غلوة واحدة بس وغرفته، حطيته هنا في الاطباق. هنا التقديم بتاعي، بصي كان طعمه رهيب بجد. وبصوا لونه مغمقش ولونه اصفر جميل ازاي. عملت معاه بصل اخضر زي ما انتم شايفين، وفلفل اخضر، وطماطم، قطعت طماطم كده. هي اكله جميله جدا جدا، بعشقه جدا بجد. هيعجبكم جدا. يا ريت تجربوا الوصفه ديت وتقولوا لي رايكم فيها. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم فيها، واشوفكم المره الجايه ان شاء الله في فيديو جديد. وباي باي.